السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم زينب كيتشن. اليوم راح نحضروا مع بعض كيش بالخضر لذيذ وصحي وبعجينة ناجحة من أول تجربة. على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير مع بعض. أول شيء نحضر لابات اللي هي بات بغيزي. عندي 150 غرام زبدة باردة، ملعقة صغيرة ملح، وصفار بيضة، وملعقة صغيرة سكر. نمزجهم مع بعض. نزيد 250 غرام فرينة، ونحاول ندخل الفرينة في مزيج الزبدة وأصفر البيض. بعد ذلك نبدأ نلم في العجينة بالماء البارد حوالي ملعقتين كبيرتين. انتم ديروا الملعقة الأولى وحاولوا تلموها مليح، إذا حسيتوا ما زالت زيدوا الملعقة الثانية. نلمها غير بأطراف الأصابع ونحاول ما نعجنهاش، ونحطها في كيس غذائي وإلى الثلاجة مدة ساعة. بعد ما ارتاحت العجينة نحلها فوق كيس غذائي، نزيد نحط لها واحد من فوق ونفتحها رقيقة، نحطها فوق قالب الكيش ونخدمها بيدي مليح. نحي الجوانب بالموس بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، ونثقبها ونخليها على جنب. نحضر الحشو في مقلاة، نحط زيت تسخن، نزيد بصلة مفرومة، من الأحسن تربيو البصل، نخليه يدبل مليح، ونزيد حبتين جزر وحبة كورجات غابي كذلك. نزيد ملح وفلفل أسود، تقدروا تزيدوا أي نوع آخر من التوابل نتوما والذوق تاعكم. نخليهم يذبالوا ونزيد صدر دجاج مقطع قطع صغيرة، تقدروا تعوضوه باللحم المفروم. نخلي الكل يطيب، بعد ذلك نحيهم ونخليهم يبردوا على جنب. إضافة للحشو نكسر 4 بيضات مع علبة ياغورت طبيعي، نخلطهم مع بعض مليح بالفوي. ونزيد الحشو السابق، نزيد جبن مبشور ومعدنوس، نخلطهم مليح مع بعض. ونفرغهم فوق الكيش
نزيد الزعتر من فوق وإلى الفرن مباشرة على 180 درجة مدة طهي نصف ساعة. هذه هي النتيجة بعد ما طابت، جبنينة وصحية والعجينة مقرمشة وهشيشة في نفس الوقت. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أحبابكم وتخليوا لي أكبر عدد من اللايكات والاشتراك في قناتي على اليوتيوب زينب كيتشن. انتظروني في فيديو قادم مع وصفة جديدة. مع السلامة.